يا مساء الجمال على أحلى أخوات في الدنيا. خلاص أجازة العيد خلصت، كل سنة وانتم طيبين. ربنا ينعاد علينا وعليكم الأيام بخير. الأجازة خلصت والجد بدأ، واللانش بوكس رجع ينادينا تاني. وعارفة كمان إن كلنا شايلين هم هنحط إيه في اللانش بوكس، وإن الأولاد زهقوا من السندوتشات التقليدية. عشان كده النهاردة قررت أدلعكم وأعمل لكم باتيه الأفران بس بطريقة احترافية موجودة في كل بيت. انسوا بقى العيش الفينو وتعالوا نشوف ازاي بعجينة واحدة هنعمل أحلى باتيه يفتح النفس ويريحنا من حيرة كل يوم. شايفين التوريقة وشايفين الطراوة؟ ده مش باتيه من المخبز، ده شغل ايدينا في البيت بمكونات بسيطة جدا بمناسبة رجوع المدارس. النهاردة الفيديو دسم ومليان تفاصيل هتخليكي أستاذة في المعجنات. ولو لسه محتارة في فطار الولاد الفيديو ده ليكي، ركزي معايا في كل خطوة فيه وإن شاء الله تاخدي باتيه ناجح 100% نضافة وريحة وطعم. يلا بينا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونركز في كل تفصيلة فيه، لأنه بجد هتستفادي منه بمعلومات كتيرة جدا. نبدأ مع بعض، نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بولة ناشفة وننزل فيها بكوباية لبن دافية، كوباية لبن دافية زي دمع العين، وننزل عليهم ب4 معالق سكر، وضروري جدا نقلبهم مع بعض. وبعدين ننزل ب1.5 معلقة خميرة فورية، وبعدين برضو نقلبهم مع بعض تقليبة كده محترمة، بحيث ان الخميرة تمتزج كده مع اللبن ومع السكر. ضروري جدا انك تقلبي يعني تقليبة محترمة. وبعدين في الخطوة دي نكون مجهزين نص كوباية زيت معانا. ممكن نعمل خليط بين السمنة وبين الزيت، لكن انا محبتش اعمل خليط لاني لسه هدهن العجين بتاعي زبدة او سمنة، فمحبتش يعني ان انا اعمل الخطوة دي. وبعدين ننزل بمعلقة خل، معلقة الخل ضروري جدا هتديكي توريقة للعجينة وهشاشان، يعني هتديكي نتيجة هايلة. وفي نفس الوقت هتخلي اللبن بتاعك يروب بكل سهولة. نركنهم على جنب. وبولة تانية ننزل بكيلو دقيق، نبدأ بقى ننخل الدقيق بتاعنا. أهم حاجة إن احنا ننخل الدقيق برضو يا جماعة عشان يكون نضيف معانا. ننخل الدقيق بتاعنا في بولة ناشفة كده. أنا استخدمت هنا دقيق متعدد الأغراض، الدقيق ده أصلا كان عندي في البيت، يعني ما كنتش شارياه مخصوص ولا حاجة للمعجنات، كان موجود عندي في البيت فقلت أعمل بيه إيه بديل للأولاد. بس اداني نتيجة فوق الوصف، بسم الله ما شاء الله بجد. بدأت أنخل الدقيق بتاعي نخلة محترمة كده زي ما انتم شايفين. يعني يا جماعة لما احنا نعمل حاجة لأولادنا في البيت أكيد طبعا بننخلها وبنظبطها عن ما بتجيبيها من مخبوزات أو ما بتجيبيها من محل مخبوزات أو من السوبر ماركت. فبعدين نزلت بذرة ملح سنة، طبعا لازم ننزل بيها، ومعلقة بيكنج باودر. يعني ما ننساش كمان معلقة البيكنج باودر، لأن بصراحة يا جماعة ضروري جدا. ونخلطهم مع بعض. في الحالة دي هيكون طبعا المحلول اللي احنا عملناه اختمر مع بعضه، اللي هي الخميرة باللبن بالزيت بالسكر، اختمر كده وبقلل كده معاكي في قلب البولة بتاعتك. هتلاحظي اصلا ان هو اشتغل، يعني الخميرة اشتغلت. تبدأي بقى تنزلي بالمكونات دي كلها على الدقيق، وتبدأي تبسي كل المكونات دي في الدقيق معاكي كده بالراحة كده وبكل حب، طبعا لان احنا بنعمل حاجة لأولادنا فضروري نعملها بكل حب. نبدأ بقى ننزل بالمية بتاعتنا، معانا برضو مية دافية، نفضل ننزل بالمية تدريجيا، كل دقيق بيختلف عن التاني، يعني نوع بيختلف عن التاني. فانت هتحسي بالعجينة معاكي إذا كانت محتاجة دقيق زيادة مية زيادة ولا لأ. تبدأي تنزلي كده بالمية بتاعتك واحدة واحدة لحد ما تشوفي العجينة يعني احتاجت منك مية قد ايه. وعايزة اقول لكم كمان يعني خطوة العجن دي اهم خطوة، لازم تطلعي كل طاقتك فيها. يعني بس المَيّة في العجين ده مهم جدًا، ولازم تطلّعي كده طاقتِك كلّها فيها. يعني أنتِ لو زهقانة كده من أي حد، افتكريه كده وطلّعي كل الطاقة اللي جواكِ في قلب العجينة دي. ضروري جدًا الخطوة دي، ضروري العجن ده هو أساس نجاح الباتيه معاكِ. فأنا بصراحة بافضّل إن أنا أعجن على الرخامة، يعني باحس كده إني باخد راحتي. عندِك العجّان بقى يبقى ما شاء الله 10 على 10، هتاخدي نتيجة هايلة برضه، يعني اشتغلي عادي بالعجّان ما فيش أي مشكلة. لكن أنا بصراحة عملت الخطوة ديًّا بدون عجّان عشان في ناس ما عندهاش عجّان، فإحنا نوفّر لهم كل سُبل الراحة، يعني كل حاجة نوفّرها لهم بطريقة كويسة زي ما أنتم شايفين. أخبّط فيها زي ما أنا عايزة، يعني أفضل أرزع فيها كده زي ما أنتِ عايزة. بصراحة أخدت مجهود جامد، وده الخطوة المهمة، فلازم إحنا طالما بنعمل حاجة كويسة لأولادنا
نعملها بإتقان، نفضل بقى يعني نعجن كده لحد ما العجينة تبقى في إيدِك ملبن، ضروري جدًا. وبجد يا جماعة يعني الواحد بيحب يغيّر لأولاده كده يعني من وقت للتاني، نغيّر لأولادنا يعني الواحد بيزهق، إحنا نَفْسنا بنزهق لمّا كل يوم مثلًا نفطر نفس الفطار فبنزهق، هُم برضه في المدارس بيكونوا محتاجين تغيير، يوم باتيه، يوم قُرَص ملبن، قُرَص محشية عجوة، أي حاجة طبعًا تقدري تعمليها لأولادِك في البيت بجد تبقى أنضف 100 مرّة من برّه. إحنا مش عارفين المخابز دي هل هي بتنخل الدقيق، هل هي بتعمل حاجة بنضافة، لابسين gloves في إيديهم والّا لأ، لإن إحنا طبعًا إحنا في بيتنا إيدينا نضيفة بنغسلها مرّة و2 و3، لكن برّه بيكونوا بيعملوا كذا نوع، كذا نوع حاجة، فإحنا لازمًا نكون طبعًا حريصين على أولادنا، يعني حريصين عليهم ومحافظين عليهم، فنعمل حاجات في بيتنا زي ما باقول لكم كيلو دقيق عمل معايا كمية محترمة، كمية لو خزّناها في الفريزر هتكفّيهم أسبوع المدارس كلّه. زي ما أنتم شايفين بدأت أعجن العجينة، أنا عجنتها عجنة محترمة لدرجة إن في فقاعات لو أنتم خدتوا بالكم ووريتها لكم بالفيديو، خرجت من العجينة، ده ساعتها تعرفي إن العجينة ناجحة معاكِ 100%. حطيتها طبعًا في البولة وسِبتها على جنب عشان تختمر. ضروري طبعًا الخطوة دي، بنسيبها حوالي ساعة كده، لو إحنا في الشتا، لو إحنا في الصيف طبعًا بنسيبها حوالي نُص ساعة أو تِلت ساعة، بتكون خمرت معانا وبتكون ضابطة. العجينة معانا بعد ما خمرت هشة وجميلة، نبدأ بقى نخرّج منها الهوا اللي فيها، زي ما أنتم شايفين نبدأ نخرّج الهوا، ونقطّعها كده جزيئات على قد ما تاخدي الكورة اللي معاكِ أو على قد ما هتقرّصيها كِوَر، تقرّصيها 4 ترباع، أنا عملتها 4 ترباع عشان يكون كل كورة متساوية عن التانية. وزي ما أنا باورّيكم كده إن في فقاعات طبعًا في العجينة، يعني ده دليل إن العجينة معاكِ ناجحة 100% وخمرت وخدت طبعًا حقها في الخمر، فدي حاجة مهمة جدًا، خطوة مهمة، ما نستعجلش على حاجة، طالما هنعمل حاجة لأولادنا نعملها كده بحُب ونعملها بإتقان، ما شاء الله يعني ده كمان يعني الدقيق موجود في بيتي، يعني ما اشتريتش دقيق كمان مخصّص ولا الكلام من ده خالص. بس ادّاني نتيجة هايلة، لدرجة كمان إن أنا حبّيت فعلًا الفكرة إن أنا كل يوم أعمل لأولادي حاجة كده تفرّحهم، لإنّهم بيتبسطوا طبعًا بالحاجات دي، وعايزة أقول لكم إن أنا ادّيت لهم منّه كمان في المدارس، وبدأت إن أنا أكيّسه في أكياس وأحطّه في الفريزر، وكل شوية أمّا باعوز قبلها ب10 دقايق باطلّعه، عندِك ميكروويف هتحطّيه فيه هيفِك في ثواني، ما عندكيش طلّعيه بس على الرخامة دقيقتين هيفِك برضه معاكِ، ما فيش أي مشكلة. بدأت أكوّر العجينة بتاعتي ل4 أجزاء زي ما أنتم شايفين، أول جزء بدأت بيه أخدته طبعًا وركنت بقية العجين عشان خاطر ما ينشفش معانا، وضروري نحط عليه كيس بلاستيك عشان ما ينشفش معانا. بقيتِ تفرديه بقى كده معاكِ على شكل مستطيل أو على شكل مربع، يعني على حسب ما العجينة هتفرد معاكِ، لإن العجينة هي اللي بتتحكم طبعًا فيكِ، العجينة كانت معايا لينة وجميلة جدًا وساعدتني بصراحة، ما كنتش متخيلة كمان إنه يطلع معايا بالجمال ده، دايمًا باعمله لأولادي بس كنت أول مرة أصوّره معاكم، قُلت كده كلنا نستفيد من بعض واللي عنده معلومة يقولها للتاني، لإن طبعًا إحنا كلنا ستات بيوت شاطرين، فلازم كلنا يعني نفيد بعض. زي ما أنتم شايفين بقيت أقطّع طبعًا العجين، لكن الخطوة دي مهمة جدًا، ممكن تقطّعي العجين عادي خالص قبل ما تدهني الزبدة بتاعتِك أو السمنة، وممكن تدهني الزبدة والسمنة وبعد كده تقطّعي العجين. عايزة أقول لكم إن كل 3 صوابع في إيديكِ عملت يعني كل 3 صوابع خدتِ مسافة بين كل 3 صوابع، عشان تبقى العجينة معايا كلّها مقاس واحد، لكن الجزء الأخير باسيبه كبير شوية عشان ده باعمله جراب للعجينة بتاعتي. زي ما أنتم شايفين بدأت أدهن الزبدة بتاعتي، عشان كده قُلت لكم في مقدمة الفيديو ما حبيتش أعمل mix بين الزيت والسمنة، حبيت إن هو بس يكون زيت، وبدأنا طبعًا نلِم العجينة على بعضها، يعني عكس عكاس كده زي ما أنتم شايفين بالضبط، زي ما هو واضح قدّامكم. وفي الآخر الحتّة الكبيرة اللي أنا قُلت لكم عليها، اللي كنت سايباها عشان أعمل جراب بيها أحفظ فيها العجينة، نبدأ بقى نلفّها كده كورة بسيطة تاني، يعني ندوّرها كده بإيدينا ونركنها على جنب، وضروري برضه إن إحنا نغطي العجينة بتاعتنا بكيس بلاستيك عشان ما تنشفش معانا. وبدأت طبعًا أشتغل في الكورة اللي بعدها. عايزة أقول لكم كمان إنكم ما تنسوش يعني الكورة اللي بدأتوا بيها تفتكروها، يعني ما تخلطوش كلّه على بعضه عشان تبدئي بيها تاني، عشان تكون خدت الراحة بتاعتها، يعني ارتاحت زيادة عن اللازم، لإن لمّا العجينة بترتاح معاكِ بتبقى سهلة معاكِ في الشغل، وكمان بتطلع معاكِ مورقة كده وجميلة. نبدأ برضه نفرد نفس الفكرة بالضبط اللي إحنا عملناها في العجينة الأولانية، نفضل نفرد العجينة بتاعتنا نخلّيها مستطيلة كده عشان نقدر إن إحنا نلفّها الرولات على بعض.
يعني ما شاء الله الواحد لمّا بيعمل حاجة بحُب فعلًا بتطلع كويسة. فبسم الله ما شاء الله بجد يا جماعة قوموا دلوقتي فرّحوا أولادكم واملوا بيتكم كده بالخير بكيس دقيق واحد أو بكيلو دقيق واحد، هتملي بيتِك ما شاء الله فوق ال40 قطعة، وكمان هتاكلي وهتأكّلي أولادِك، ودلوقتي إحنا بنروح نشتري يعني نُص كيلو باتيه بقد كده، يعني بمبلغ فعلًا محترم أو الكيلو باتيه بمبلغ محترم، ده بالنسبة لمّا بتكوني جايباه من المخبز، لو جايباه بقى من سوبر ماركت القطعة بس بتكون معدية ال20 جنيه القطعة الواحدة. فليه؟ إحنا ممكن بكيلو دقيق واحد، الكيلو دقيق مش هيكلّفنا 25 جنيه والسمنة والزيت وكل حاجة موجودة في بيتنا، نعمل لأولادنا ونفرّحهم، يعني مش هياخد من وقتنا حاجة، ساعة بالضبط أو ساعة ونُص هتكوني عاملة كل الخير ده في بيتِك، وأنا باقول ساعة ونُص عشان بس نكون ادّينا للعجينة حقّها إنها تخمر، لكن الشغل نَفْسه ما بياخدش وقت، على طول العجينة بترتاح معاكِ، بتفردي على طول، بتدهني سمنتِك على طول، بتبدئي تجزّئي معاكِ العجينة وخلاص انتهى الموضوع، ما فيش أسهل من كده وما فيش أطعم من كده. يعني وحاجة كمان مضمونة ونضيفة وشايفة السمنة عاملة إزاي وشايفة زيتِك عامل إزاي وشايفة كمان دقيقِك منخول والّا إيه النتيجة اللي أنتِ عاملاها، فده حاجة أهم كمان من الفلوس اللي هتدفعيها في المخابز أو في السوبر ماركت وأنتِ بتشتري الباتيه لأولادِك، وهو تغيير من ضمن التغييرات اللي بنعملها لأولادنا في الساندوتشات. نفس الفكرة يا جماعة عملتها في ال4 كُرات اللي أنا عملتهم أو في كل العجين اللي أنا اشتغلت بيه. نفس الفكرة فردت العجينة وبدأت أدهن الزبدة بتاعتي أو السمنة عادي الاتنين ينفعوا، أي حاجة عندِك تنفع ما فيش أي مشكلة، وبدأت طبعًا إن أنا أقطّع العجين على قد عقلة الصوابع، يعني كل 3 صوابع عملت علامة عشان يبقى كل جزء قد بعضه ويبقى كلّه مورّق معاكِ ما يبقاش مكلكع من جوّه، فضروري يعني الخطوة دي إنِّك تاخدي بالِك من كل خطوة في الفيديو، وعايزة كمان أقول لكم يا ريت تنفّذوا الطريقة ديًّا وتبعتوا لي طبعًا تطبيقاتكم الجميلة اللي بتشرّفني فعلًا، وباكون سعيدة لمّا بنستفاد من بعض بأي معلومة. الواحد فعلًا يا جماعة ما فيش حد يعني كامل، كُلّنا بنستفاد من بعض، ما كامل إلا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، كُلّنا بنستفاد من بعض، وكل واحد على مَر حياته بيتعلّم. كُلّنا بنتعلّم من بعض، فضروري جدًا يعني أي حد يعمل حاجة ما يبخلش على التاني، يورّيها له ويعني يورّيها له ويساعده، ومرّة في مرّة الواحد هيعمل أحلى حاجة، يعني أنا اتعلّمت من والدتي، فبدأت إن أنا حبّيت الفكرة، حبّيت إن أنا أعلّم برضه أي حد محتاج إن هو يعرف، فمش عيب إن إحنا نفضل نتعلّم، فاهمينّي؟ فزي ما شايفين بقى خلّصنا الكور بتاعتنا كلّها، كل عجينة عملناها ركناها، أبدأ بأول عجينة، أول عجينة اشتغلت بيها بدأت تاني أفردها، عايزة أقول لكم لو في حتت خرّمت منكم ما تقلقوش خالص، اتّكوا عليها كده بالفرادة اللي معاكم هتضبط معاكِ، أهم حاجة بقى الحروف أو أهم حاجة الجوانب تتّكي عليها عشان ما تبقاش تخينة معاكِ، بدأت طبعًا أفردها تاني عشان بقى هنا هنقسّم الباتيه بتاعنا، الخطوة اللي فاتت اللي هي فرد الزبدة وإن إحنا نقطّع العجين دي أهم خطوة، لإن دي اللي بتدّيكِ توريقة للباتيه بتاعِك. هنا بدأت أقطّعه طبعًا، العجينة ما كانتش فاردة معايا مضبوط أو ما ضبطتش، تبدئي تقطّعي الحواف عادي خالص، تقطّعيهم وهنعملهم تاني أحلى باتيه زي ما أنتم شايفين باقسّم القطع على قد صوابعي، يعني عشان خاطر أنتِ بقى ما شاء الله عليكِ نظرِك جايبِك إنِّك تقدري تقطّعي مضبوط من غير كده عادي خالص، لكن أنا بصراحة ما باعرفش أضبط، ما بتضبطش معايا، فده حل حلو إن أنا يعني إيه، باقيس على مستوى صوابعي كده. معايا جبنة بيضا وجبنة صفرا، كانت جبنة فيتا وجبنة شيدر، عادي خالص اشتغلي بأي نوع جبنة بتحبي الموتزاريلا، بتحبي التركي، بتحبي أي جبنة اعملي بيها عادي ما فيش أي مشكلة، ما فيش أي نوع جبنة محدد في الوصفة دي، لكن أنا عملت الجبنة اللي إحنا بنحبها وأولادي بيحبوها. بدأت طبعًا زي ما أنتم شايفين ألِف كده رولات، ضروري جدًا كمان القفلة يا جماعة من الحتة اللي فوق كده زي ما أنا باوريكم، تقفلوها كويس وترولوها كده معاكم عشان تضبط معاكِ. يعني ما شاء الله بجد اللهم بارك بجد كمية محترمة وطعم ولا أروع من كده، كفاية كمان الهشاشة اللي فيه والتوريقة اللي فيه، أنا حبيت إن أنا يعني أصغّر الباتيه معايا عشان يبقى على قد أولادي، لإن أنا أولادي لسه في ابتدائي صغيّرين يعني، فالحجم الحجم ده حسيته حلو ليهم كده،
لكن أنتم لو حابين تكبّروا عن كده عادي ممكن تعملوا مثلًا العجينة كلّها على 3، 4 باتيهات لو باتيه كبير يعني، بس أنا بصراحة حبّيت إن هو يكون صغيّر كده أحلى وأشيك وأطعم بصراحة. يعني ما شاء الله كل واحد وذوقه بقى، يعني كل الحاجات دي بتبقى أذواق، كل واحدة وذوقها في مطبخها. فحاولوا كده يعني إيه تنفّذوا الخطوة دي بجد هتوفّر عليكم كتير، وكمان هتملي بيتِك بالخير كده، أنتِ هتصحي بس الصبح كده قبل ما تعملي أي حاجة في بيتِك، كوباية الشاي بواحدة كده باتيه تفطري بيها، تحسّي كده فعلًا إن تغيير عن الفطار اللي إحنا كل يوم بنفطره، سواء بقى فول، طعمية، أي أكل في البيت، حاجة كده على السريع يعني، دي حاجة على السريع. بدأتِ أدهن الصواني بتاعتي زبدة زي ما أنتم شايفين أو سمنة، أي نوع تدهنيه، ما عندكيش زبدة أو سمنة أو السمنة خلصت منِّك وأنتِ شغالة ادهني زيت عادي ما فيش أي مشكلة، بس أنا بس دهنت زبدة أو سمنة عشان يفضل طري معايا من تحت، فاهميني؟ بدأت طبعًا كل عجينة باخلّصها بارصّها في الصينية عشان تختمر، تختمر كده مع نفسها، إحنا لازم يا جماعة نريّحها، يعني عايزة أقول لكم إن المشكلة في مش مشكلة ولا حاجة يعني، اللي هي يعني الفترة اللي بتاخديها في عمل الباتيه هي فترة التخمير بس، لكن الشغل نفسه ما بياخدش وقت، الشغل نفسه ما بياخدش منِّك وقت، هو التخمير بس إنِّك بتخمّريها قبل ما تشتغلي، والتاني تسيبيها ترتاح على الصواني شوية، عشان تاخدي التوريقة المحترمة، فما تستعجلوش، أهم حاجة إنكم ما تستعجلوش على الحاجة، عشان تطلع كده حلوة، ونعملها كده بحُب، إن إحنا بنعمل حاجة في بيتنا منها إن إحنا بنفرّح أولادنا، ومنها كمان إن إحنا بنأكّلهم حاجة نضيفة، بغض النظر كمان عن التوفير، إن إحنا بنأكّل أولادنا حاجة نضيفة، لإني بجد والله يعني كنت باجيب فينو أحيانًا ألاقي فيه فِتَل، ألاقي فيه حاجات كده مش كويسة، وليه أجيب حاجة وأنا أقدر أعملها في البيت بمكونات بسيطة مش مكلفة خالص، وكمان عايزة أقول لكم إن أي باتيه بتاكليه من أفران أو من سوبر ماركت استحالة يكونوا عاملينه ليكِ بحليب، استحالة. أكيد بيعملوه طبعًا بمَيّة، لإن مش هيدّيكِ الطعم الدسم الجميل ده، ولا هيحطّوا فيه زبدة ولا سمنة، كلّه زيت طبعًا، وأنتِ مش عارفة الحاجة دي معمولة إزاي، مش معنى كده إن أنا باقلل من أي شركة بتعمل طبعًا يا جماعة حاجات، بس أنا باقول طبعًا كده لإني بجد ما كلتش باتيه بالجودة اللي إحنا بنعملها في البيت، فده يعني تجربتي. لو في بقى حد عمل الباتيه ده قبل كده في البيت بالطريقة دي، يكتب لي في الكومنتات، ولو في أي تريكات بتعملوها خلاف اللي أنا باعملها يعني، برضه قولوا لي عادي كلنا بنستفاد من بعض، وأنا بصراحة باكون سعيدة جدًا لمّا بالاقي حد يكتب لي أو يعرّفني معلومات أنا مش عارفاها، باحب آخد التجربة يعني باحب أجرّب، التجربة مش عيب، وإن إحنا نعرف حاجات من بعض مش عيب برضه. نعرف من بعض ونستفيد من بعض. زي ما أنتم شايفين كده بقى يا جماعة عشان ما نخرجش عن الفيديو، قعدت ألِف طبعًا الكمية الباقية رولات برضه، نفس الفكرة بالضبط. حاولي كده تبسطي نفسِك بأقل التكلفة. بدأنا طبعًا نلِف الرولات وعايزة أقول لكم ضروري جدًا إن أنتِ تحكميها جامد، يعني تتّكي عليها كده من فوق جامد عشان ما تفتحش معاكِ بعد التخمير أو بعد ما ترتاح تاني. بدأنا طبعًا نعمل الصاجات كلّها، يعني أنا عملت معاكم هنا كمية ما شاء الله، ده كلّه يا جماعة بسم الله ما شاء الله من كيلو واحد، هنا بقى سِبتها ترتاح أو تختمر تاني، بنُص كوباية لبن طبعًا، حطيت عليها نُص معلقة سكر، نُص معلقة من المعلقة الصغيرة معلقة الشاي، وقلّبتهم في بعض، وبدأت أدهن الباتيه بتاعي عشان أحط طبعًا أحط السمسم وحبّة البركة، وكمان يدّيني لمعة حلوة كده للباتيه بتاعي لمّا يدخل الفرن، ضروري الخطوة دي ما فيش غنى عنها بصراحة. ما عندكيش بقى حليب ممكن تدهني نُص كوباية مَيّة برضه على معلقة على نُص معلقة سكر عادي جدًا، يعني أي حاجة تفرق، بس أنا كنت حابة أعمل حاجة كده دسمة وحاجة مليانة خير. زي ما أنتم شايفين بسم الله ما شاء الله هو اختمر معانا هنا، نبدأ بقى نحط السمسم بتاعنا. أولادِك بقى بيحبّوا السمسم، بيحبّوا حبّة البركة، بيحبّوا أي حاجة حُطّيها عادي، أنا حطيت الحاجة اللي كانت موجودة في بيتي، وحطيت الحاجة اللي أولادي فعلًا بيحبّوها، وأنا باحبها جدًا، وعايزة أقول لكم طعمه بيبقى خطير جدًا بالسمسم أو حبّة البركة، بيبقى جميل بجد، يعني بسم الله ما شاء الله بيبقى كده طعمه حلو، تحسّي فعلًا إن بطعم الباتيه الأصلي كده، الحاجة الجميلة اللي إحنا بنعملها فعلًا من صنع إيدينا. دي حبّة البركة حبّيت برضه أعمل كده إيه، كام واحدة بحبّة البركة، لإن أنا اللي باحب بصراحة بحبّة البركة، فبيبقى طعمه حلو، الناس طبعًا اللي بتجرّبه كده أو بتحب أي مخبوزات عليها حبّة البركة تكتب لي في الكومنتات.
نبدأ بقى نعمل الكمية بتاعتنا كلها وناخدها على الفرن يا جماعة. أهم حاجة أي معجنات هتدخليها الفرن تكوني مسخنة الفرن قبلها، دي ضروري. يعني أنا كنت مسخنة الفرن قبلها على درجة حرارة 150، وبعد ما حطيت المعجنات بتاعتي بدأت طبعًا أتابعها. لو عندِك الشواية بتشتغل مع الفرن عادي جدًا هدّي الشواية من فوق والفرن يكون شغال. عندِك الشواية لوحدها والفرن لوحده من تحت، ولّعي عادي جدًا لحد ما ياخد معاكِ، يعني يبدأ ينفش معاكِ كده ويتماسك، تقومي طافية من تحت ومولّعة الشواية من فوق. لكن أنا عندي بصراحة الفرن بيشتغل من فوق ومن تحت مع بعض، فده يعني كان مساعدني شوية. أنا باقول لكم لو الشواية بتشتغل لوحدها والفرن لوحده شغّلي من تحت عادي، وبعد ما ينفش معاكِ كده وتحسي إن هو فعلًا بقى ماسك نَفْسه، تدّي له لون من فوق. وعايزة أقول لِك في أفران كتيرة، يعني في أفران كتيرة ما بتكونش أصلًا محتاجة إن أنتِ تشغّلي الشواية، لكن أنا فرني بعفّيتين شوية فحبيت إن أنا أشغّل الشواية من فوق عشان خاطر يدّي له اللون الجميل ده. بسم الله ما شاء الله، توريقة وهشاشة جميلة جدًا زي ما أنتم شايفين كده. يا رب يكون فيديو النهارده خفيف على قلوبكم وفاتكم في حيرة كل يوم الصبح. مفيش أجمل من ريحة الخبيز في البيت بتملى الدنيا بركة. جربوا الطريقة دي وهتدعوا لي بجد من قلبكم. شكرا جدا لمتابعتكم الغالية، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله مجهزة لكم مفاجأة في رعاية الله. كنت معكم آية، مع السلامة.